السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده اليوم السابع معانا في دورة البط المسكوفي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين انا هتابع معاكم يوم بيوم لحد ما نذبح باذن الله. ولو مش حابين ان احنا نتابع يوم بيوم ممكن نخليها كل اسبوع، فياريت تكتبوا لي دوت في تعليقاتكم. دلوقتي يا جماعه انا الشركه اللي هي بعتت لي المنتج اتواصلت معايا وفهمتني حاجه وكنت لازم اعرفكم عليها، اللي هي بتقول لي ان الريحه ظهرت بسيط قوي في اخر يوم او ثالث يوم ليهم، لاني ما لما رشيت نشاره تاني في تاني يوم ما حطيتش عليها الماده دي. يعني المفروض ان انت حتى لو مش هتشيلي النشاره وهتزودي نشاره بتزودي برضك من الماده دي. فدي حاجه كانت هم عرفوني عليها وانا حبيت اقولها لحضراتكم. اللينك بتاع الصفحه بتاعتهم يا جماعه انا هسيبه لكم في اول تعليق مثبت، علشان لو حد حابب يتواصل معاهم او يشتري المنتج. المنتج بصراحه فعال وحلو ومش سايب ريحه والله يا جماعه، وده مش اعلان خالص ولا اي حاجه، انا حاجه بس جربتها وعجبتني وحبيت اوصلها لكم. زي ما دايما ببقى واضحه مع حضراتكم، بعرفكم ايه الحاجه اللي انا ماشيه معايا حلوه او ايه الحاجه اللي جربتها ومش كويسه. فانا دلوقتي هنسمي الله ونحط لهم العلف بتاعهم كده، ونحط كمان الميه. طبعا يا جماعه كل ما البط بتاعكم بيكبر كل ما بيستهلك كميه علف اكتر وكميه ميه اكتر، فدايما تابعيه. هو احلى حاجه ان الموضوع في البيت، يعني مش محتاجه بقى سطح ولا اي حاجه، فهو المنتج ده فعال في كده انك بتربي حاجتك في البلكونه وما يبقاش حد متضرر منها او من الريحه بتاعتها، لان زي ما حضراتكم عارفين دايما الطيور بيبقى ليها ريحه. فده ريحني في كده ان الحاجه ملهاش ريحه وقدام عيني قادره اتابعها دايما. فده يا حبايبي شكل البط معانا اهو زي ما حضراتكم شايفين. طبعا اول حاجه بيجري عليها الميه، حتى لو حطيت له الاكل اول ما بيشرب بقى وبيشبع من الميه بيبتدي يروح على الاكل بتاعه. ولو على الاوزان انا هبتدي اوزن او في اليوم العشرين بتاعهم. ولو عجبتكم الفيديو بتاع النهارده يا حبايبي فعلوا لي زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.